في شي ما نختلفش عليه، كل منطقة في العالم عندها طريقتها، جمهورها، وبيئتها اللي تأثر حتى على المحتوى اللي الناس تقدمه. وعشان كذا جيت أشارككم مقارنة خفيفة وممتعة بين اليوتيوبرز المغاربة واليوتيوبرز السعوديين. هناك أمر لا يمكننا إنكاره، وهو أن اليوتيوبرز السعوديين يتمتعون بشهرة أكبر، ويرجع ذلك إلى لهجتهم المفهومة في معظم الدول العربية، على عكس المغاربة الذين تقتصر لهجتهم على دول المغرب فقط. ورغم هذا العائق، استطاع صانع المحتوى بوتاتو أن يتجاوزه بسهولة، فعفويته وصراحته في تناول المواضيع كانت كافية لكسب محبة الجمهور وبناء قاعدة جماهيرية واسعة، وكل هذا دون أن يغادر حتى سيت أب غرفته. ما فعله بوتاتو يشبه كثيرا بدايات صانع المحتوى السعودي تاحو، الذي كان محتواه يقتصر على السيت أب فقط، قبل أن ينضم إلى كلان يور باي ويبدأ بتصوير الفلوقات مع باقي أعضائه. ورغم أن تاحو وبوتاتو يفصل بينهما بعد جغرافي كبير، إلا أنهما تمكنا من الوصول لنفس درجة المحبة عند جمهورهم.